السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في الفيديو دوت هعلمك ازاي تقدم على تأشيرة سياحة امريكا دي اس 160 بدون الاستعانة باي حد، وان شاء الله هديك خبر السنين وهقول لك ايه الاخطاء اللي الناس بتقع فيها. اول حاجة هنا بتختار البلد اللي انت هتقدم منها، وليكن انا مثلا من مصر فهختار انا من مصر، انا مقيم في السعودية في جدة في الرياض، فهكتب انا والله مقيم في السعودية او في جدة او في الرياض المكان اللي تقدم منه. بعد هنا بيقول لك دخل ايه الكود ده فهتدخله. بعد كده هيظهر لك اختيارين، الاختيار الاول اللي هو ستار ان ابلكيشن اللي انت هتقدم الابلكيشن بتاعك، والاختيار التاني انت هتحتاجه لما الابلكيشن بتاعك عاوز ترجع له تاني او عاوز تضيف عليه معلومات. فهنقول بسم الله ونضغط على ستار ان ابلكيشن. بعد كده هندخل على الصفحه اللي بعديها، هندخل اي اجري. بعد كده لازم تكون عارف الاي دي بتاعك، حتى هو كاتب لك هنا لو عاوز تطبع الاي دي بتاعك انت هتستخدمه في حاله انك عاوز تسترجع معلوماتك تاني او عاوز تزود حاجه على الابلكيشن بتاعك تاني. هنا طبعا في السؤال اللي هو security question، انت دلوقتي هتختاره، فليكن مثلا انا اخترت مثلا اسم الام ايه، في غيري هيختار اسم الاب ايه، فانت هتدخل الاجابه هنا، ولازم تكون حافظها كويس عشان خاطر لما تيجي تسترجع هيسالك السؤال ده، فلازم تكون حافظها كويس. بعد كده هنتكه كونتينيو. بعد كده ندخل في اول صفحه من صفحات الابلكيشن اللي هو السير نيم. يعني ايه سير نيم؟ هو اسمه محمد عبد المعطي حماده، يبقى اسم السير نيم بتاعه ايه؟ حماده. تمام. بعد هنا الاسم اللي هو جيفن نيم اللي هو محمد عبد المعطي. بعد كده هيقول لك الفول نيم، اكتب لي اسمك بالعربي، فاكتب اسمك باللغه العربيه. اكتب هنا طبعا اسمك باللغه العربيه. بعد كده هتدخل على السؤال اللي بعد كده اللي هو هل عندك اسم تاني، اسم شهرة؟ معظمنا احنا العرب ما عندناش اسم شهرة، فهنتك نو. بعد كده بيسألك تاني هل انت عندك اسماء تانية؟ فبرضك معظمنا ملناش اسماء تانية فهنكتب نو. بعد كده هنا بيقول لك النوع ايه، هل انت ميل او فيميل؟ تمام، فهتختار النوع. بعد كده تختار حالتك الاجتماعية، هل اول حاجة مارد ولا سنجل، ولا يعني انت اعزب ولا متجوز ولا ايه، فهتختار حالتك الاجتماعية اللي انت عليها دلوقتي. بعد كده هتختار تاريخ ميلادك، اول حاجة باليوم، بعد كده بالشهر، بعد كده بالسنة. بعد كده هتختار السيتي، واحد من اسكندرية يكتب اسكندرية، واحد من جدة يكتب جدة، واحد من القاهرة يكتب القاهرة. بعد كده اللي هو الستيت ده عبارة عن انت مثلا لو انت مثلا باسكندرية تكتب انت مثلا في 100 فتكتب 100، بس الأغلب ميكتبهاش يعني. بعد كده تكتب ايه؟ مدينتك، البلد اللي انت جاي منها. انا جاي من مصر فاكتب مصر. بعد كده هندخل على الخطوة اللي بعد كده فضلا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بعد كده دخلنا على الصفحة التانية، هتكتب ايه الكانتري، الناشوناليتي بتاعتك، جنسيتك ايه. بيقول لك هل انت عندك اي جنسية تانية، فانت بتضغط يا نعم او لا. انا ما عنديش جنسية تانية بضغط لا. هنا بقى سؤال مهم جدا جدا بالنسبة للمقيمين، بيقول لك هل انت عندك اقامة دايمة؟ لو انت مثلا عندك اقامة، مثلا انت مقيم في السعودية بتضغط مثلا انا مقيم في السعودية، وبتدخل بقى رقم الاقامة وبتدخل البيانات بتاعتك. طيب هنا اللي هو ايه الناشونال اي دي، ده عبارة عن ايه؟ انا دلوقتي لي الرقم القومي بتاعي، فانا بدخل الرقم القومي بتاعي. لو سعودي بدخل الرقم القومي بتاعه. ده اللي هو اليو اس اي سوشيال سيكيورتي دوت انت عشان انت مش في امريكا، والدول العربيه بتاعتنا مش موجوده فيه، فانت بتضغط عليه نو. وبعد كده انت بتدخل على الصفحه اللي بعديها، واتمنى انك تعمل سيف للكلام ده عشان خاطر انت لو خرجت فهو ايه يرجع لنفس الصفحه اللي انت وقفت عليها اخر مره. بعد كده هنا عندك هنا
ايه الغرض من زيارتك لامريكا ايه؟ انا بالنسبه لي، انت لو اخترت سياحه فاختار بي 1 بي 2. عشان خاطر يعني ايه البي 1 بي 2؟ انت دلوقتي عاوز سياحه بس ولا عاوز بيزنس؟ فانت اختار بي 1 بي 2 عشان خاطر انت يعني كانك انت السياحه. وحتى انت لو اخترت بس بي او اخترت بي 2 بس، فهو في الاخر تاشيرتك هتطلع بي 1 بي 2. هنا بقى بيقول لك بقى هنا التاشيره انت عاوزها ايه، بي 1 ولا بي 2؟ زي ما قلنا هنختار بي 1 بي 2 اللي هي البيزنس والسياحه. تمام. بعد كده هنا بيقول لك يو ميد، يعني انت ترافل، هل انت عندك خطه سفر؟ فانت دلوقتي عندك خطه سفر. لو انت مثلا ايه ما عندكش خطه سفر بتكتب نو، وانا هقول لك نو عباره عن ايه، وبعد كده هقول لك اليس. بس الافضل انت بتدخل اليس، تمام، عشان خطه السفر بتاعتك. وهنا انا عندي خطه السفر مثلا بتاعتي انا تاريخ اللي هو الاقلاع امتى، وتاريخ اللي مش اقلاع امتى. احنا مثلا هنتك مثلا نو، وهنمشي على نو لو انت ما عندكش مثلا خطه سفر او حاجه زي كده. لكن الافضل انت تتك على يس. تمام. فاحنا دلوقتي هنا بيقول لك انت دلوقتي تاريخ وصولك لامريكا امتى، وليكن مثلا اي تاريخ انت بتختاره. تمام. طيب، المدة اللي انت انا بحب ان انا يعني لما اقدم الناس عليها بحط لهم من اسبوعين ل 10 ايام. ما تكتبش شهر وشهرين وثلاث شهور والكلام ده كله، عشان خاطر في الاول والاخر يعني انت يعني دي بتكون على حسب ميزانيتك، وحسب ان انت اللي هو بنك ستيتمنت. وطبعا هم اصلا في معظم الاحوال ما بيبصوا على البنك ستيتمنت، ولكن انت حاول تخليها مثلا حاجه معقوله، خليها اسبوعين، خليها 10 ايام. فدي مده كويسه انك تزور السياحه في امريكا، فخليها مثلا اسبوعين. تمام. بالنسبه للحاجه ديت، فانت هنا طبعا بيختار لك. طبعا احنا اخترنا هنا بيقول لك كام عدد الايام. انت ممكن تختار بالدي، او بتختار بالمانس، او بتختار بالسنين، ولكن انت بتختار ان انت ايه 10 ايام، او انت بالظبط تقريبا اسبوعين. ده من وجهة نظري. بعد كده بيقول لك ايه هو العنوان اللي انت هتسكن فيه في امريكا. في انت حسب بتدخل على بوكينج. تمام. وان شاء الله انا هخص لكم حلقه مخصوصه جدا ان شاء الله ازاي تحجز على بوكينج. ولكن انا في فندق ناس كتيره جدا 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 لما بنيجي نحجز لها بنحجز لها اسمه هاي نيويورك احنا هوستل. فدوت احنا بنحجز بيه ان شاء الله، لان هو بيكون مبلغه مش غالي قوي، وديت على حسب يعني مقدرتك الماليه. وهنا طبعا انت بتدخل هنا هو مثلا ايه العنوان بتاع الفندق. وانت ممكن على فكره تاخد العنوان دوت وانت بتقدم. هو عنوان ده على فكره صح جدا جدا ان شاء الله. تاخده وانت بتقدم بالظبط، وتاخده وتحطه زي ما هو عادي. يعني انت ممكن ما تدورش على بوكينج ولا حاجه، خد العنوان ده وحطه زي ما هو ان شاء الله العنوان صح. بعد كده بيقول لك ايه هي المدينه اللي انت هتسكن فيها. احنا طبعا على حسب العنوان ده هي نيويورك. تمام. نكتب هنا هو نيويورك. بعد كده هنا هو بنختار فين المكان فين. هنكتب بردك نيويورك. بعد كده هو الزيب كود ده ممكن ما نختاروش خالص اصلا. تمام. بعد كده بيقول لك بالنسبة لطريقة الدفع، مين اللي هيدفع، سيلف ولا شركة تانية؟ فأنا لو أنا طالع سياحة لوحدي هكتب إن أنا هدفعها لنفسي. لو في شركة معينة هي اللي راعي بتاعي، فبكتب بضغط على الشركة. ولما بضغط على الشركة ديت بيطلع لي خانتها فبملها. بعد كده بيقول لك هل انت هتسافر مع حد تاني؟ لو انت هتسافر مع حد تاني بتقول له يس، لو مش هتسافر مع حد تاني تقول له نو. بعد كده هنا بنختار اللي هو التالي. بعد كده هنا بيسألك يعني عدة أسئلة. أول حاجة بيقول لك يعني أنت هل أنت رحت أمريكا قبل كده؟ تمام. لو رحت أمريكا قبل كده فأنت بتضغط على يس وبتدخل البيانات. تاني حاجة بيقول لك أنت هل انت قبل كده عندك فيزا سياحية؟ بتقول له يس او نو. فهنا بنتك نو لو انت اول مرة. هنا مهمة جدا 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 جدا. بيقول لك هل انت اترفضت قبل كده في فيزا سياحية ولا ما اترفضتش قبل كده؟ لو انت اول مرة طبعا هتقول له انا ما اترفضتش قبل كده. لكن لو انت اترفضت قبل كده بتقول له يس. وبيسألك ايه هو السبب
انت معظم الاحيان انا باكتب لهم I don't know، انا ما اعرفش ايه السبب بتاع رفضي. تمام، ولو انت عندك سبب معين ممكن هنا تكتبه. تمام. طيب، تاني حاجة بالنسبة لو انت هاجرت يعني هجرة غير شرعية، فهي بتقول له هنا يس او نو، فالاغلب العام بتقول له نو. في ناس كتير جدا تقول لك انا قدمت على الهجرة، طب اكتب يس ولا نو؟ اكتب بردك نو. هو اصلا مش بيسألك على تقديمك على الهجرة، لكن انت بيقول لك لو انت كنت مخالف ولا لا. طبعا احنا بنتك هنا سيف ليه؟ عشان خاطر تحفظ البيانات، عشان خاطر ما يخرجش منك. تمام. بعد ما بتتكى سيف بتتكى الخطوة اللي بعديها اللي هي نيكست. بعدين هو هنا بقى بيقول لك اديني عنوانك، انت ساكن فين. تمام، انت ساكن فين في اي مدينه؟ دي المعلومات اللي احنا هنملاها دلوقتي. اول حاجه هنا بيقول لك مثلا ايه، اديني مثلا معلوماتك. انا مثلا ساكن مثلا مثلا في اسكندريه، واحد تاني ساكن في القاهره، واحد ساكن في. دي بياناتك وعنوانك. تمام، انت مثلا ساكن مثلا في اهو السيتي في الكسندري. تمام، في واحد تاني ساكن في القاهره. التانية مثلا انا مثلا ايه، انا من اسكندريه، ففي مثلا في ميامي، في محرم بيه، في ما تعرفهاش، خلاص اتك ايه، اتك على العلامه ديت، فمش بيظهر لك حاجه. هنا انت دولتك ايه؟ انا دولتي مثلا القاهره، دولتي اسكندريه، انا مثلا ممكن في السعوديه، فهكتب ان انا هنا هو عنوانه فين في السعوديه. هنا بقى بيسالك سؤال، هل هو نفس بريدك الالكتروني هو العنوان بتاعك؟ انت بتتكله يس في معظم الاحيان. بعد كده هنا بالخطوه اللي بعديها بيقول لك اديني رقم تليفونك اللي انا مثلا لو احتجتك هتصل بيك. طبعا هم مش بيحتاجوا حد، ولكن انت بتكتبه. تاني حاجة هنا بيقول لك هل انت عندك رقم تليفون تاني، فانت بتكتبه. هنا بيقول لك ايه هو رقم تليفون العمل بتاعك، فانت برضك بتكتبه. بعد كده هنا بيقول لك هاف يو، يعني انت هل انت عندك خط او عندك موبايل بتستخدمه خلال 5 سنين تانيين؟ لو عندك بتكتب يس، لو ما عندكش بتكتب نو. بعد هنا بقى خطوة السوشيال ميديا، انت بتكتب الايميل بتاعك. بيقول لك ايه هو ايميلك، الايميل بتاعك ايه هو، فانت بتكتب برضك ايميل بتاعك. تمام، مثلا على الياهو، على الجيميل، عندك اكتر من ايميل برضك بتكتبهم. بيقول لك هنا هاف، يعني هل انت عندك ايميل تاني؟ هاف نظر، يعني هل عندك ايميل تاني؟ فانت لو عندك ايميل تاني برضك بتكتب الايميل التاني. بعد كده خطوة السوشيال ميديا، لو انت عندك فيسبوك، عندك انستجرام، عندك سناب شات، عندك اي حاجة، فانت هنا بتكتبها. وديت ده حاجة جديدة في الابلكيشن ضافوها، فانت هنا بتكتبها. انا مثلا عندي فيسبوك. طب بيقول لك ايه اسم الفيسبوك بتاعك، فانت بتضغط على اسم الفيسبوك بتاعي. طب انا عندي مثلا ايه انستجرام، فبتك ايه اد انذر، يعني عندي حاجة تانية، فبكتب الانستجرام وهكذا. بكتب التليجرام وهكذا. بكتب لو عندي لينكد ان فبكتبه. فانت دلوقتي لو عندك اي حاجه تانية بتكتبها، فانت بتكتبها. بعد هنا بيقول لك انت هل انت عندك، بعد احنا زي ما قلنا هنا بيقول لك بقى هل انت عندك اي حاجه تانية، مثلا عندك انستغرام وعندك فيسبوك ما كتبتوش، عندك اي حاجه تانية ما كتبتهاش خلال ال5 سنين دولت، فانت هتقول له لا انا ما عنديش، فبتضغط عليها. تمام، يس، بتدخل له بقى الايه، لو بتدخل له الاسم بتاعك ايه بتاع الفيسبوك. تمام، لو مثلا انا مثلا ايه ايميلي مثلا محمد مثلا شحاته @yahoo دوت كوم. طب ايه الاسم بتاع الايميل بتاعك مثلا ايه اللي لو بحثت عليه، مثلا محمد شحاته مثلا، وهكذا. تمام، انا اسمي احمد على فكره. فبعد كده بتدخل لي الخطوه اللي بعديها اللي هي خطوه الملء الباسبور بتاعك. ديت انت بتدخل عليها اول حاجه. معظمنا ريجولار، يعني معظمنا يعني عادي. تمام، في لو انت دبلوماسي تتخذ دبلوماسي. هنا بيقول لك اكتب رقم الباسبور بتاعك. طبعا انت رقم الباسبور تفتح الباسبور بتاعك وهتلاقي الرقم فوق. تمام، فبتكتب رقم الباسبور بتاعك. بعد كده يا جماعة بندخل على الخطوة اللي بعديها. الخطوة اللي بعديها دي تقريبا احنا معظمنا مش موجودة عندنا، اللي هي الباسبور بوك نمبر ده. بعد كده انت مثلا من مصر تكتب مصر، كل ده الكلام ده فتح باسبورك وبتكتب منه. تمام، انت مثلا انا مثلا من اسكندرية، فبكتب هنا الاسكندرية. تمام، هنا مثلا ممكن تحطها او ممكن ما تحطهاش حسب موجودة في جواز سفرك ولا لا. هنا المنطقة اللي طالع منها جواز سفرك ايه. هنا بعد كده هنا تاريخ اللي هو بداية تاريخ جواز سفرك امتى بالظبط. تمام، فهنا
بتدخلها هنا طبعا اللي هو الاكسبيرينس اللي هو ايه، اللي هو الانتهاء، يعني جواز سفرك هينتهي امتى. ودي برضك معلومات تفتح صفحة جواز سفرك وبتدخلها. تمام. بعد كده هنا بيقول لك هاف يو ايفر لوست، يعني هل انت جواز السفر كده اتسرق منك ولا ما اتسرقش منك. فانت لو اتسرق منك بعد الشر فبتقطع على كده، ما اتسرقش بتكمل الخطوه اللي بعديها. بعد كده الخطوه ديت هنا بيقول لك دي مهمه جدا جدا، في ناس كتير بتلخبط منها جدا جدا. بيقول لك هل انت عارف حد يعني انت يعني هتروح عليه او حاجه زي كده. او فانت المعظم العام انا رايي الشخصي، انت مثلا لو ما تعرفش حد فانت بتعمل ايه. فانت مثلا الفندق اللي احنا جبناه في الاول، الهوست اللي احنا جبناه في الاول بنضغط عليه فدوت يا جماعه الهوستل مثلا ده، خدوه هو دوت ارخص الهوستل وحاجه كويسه جدا جدا جدا. ومعظم الناس بتقدم على الهوستل دوت اللي هو هاي نيويورك. دي على فكره انا بكتب لك بياناته الصحيحه، انت ممكن تاخدها كوبي وباست بدل ما تدخل على بوكينج. او انت لو انت حابب انت عندك مثلا هوستل تاني او عندك فندق تاني او عندك مثلا يعني مكان تاني انت بتسجله ديت، انت بتسجله مثلا انا واحد مثلا عاوز اسكن مثلا في اوتيل معين، انا هسكن مثلا في حاجه معينه فانت بتسجله. انت مش عارف تجيب هوستل معين فدوت المعظم العام اللي بيدخلوه هو هوستل كويس ورخيص فانت بيتدخله. هنا طبعا بيقول لك هنا الادريس او عنوان الفندق. على فكره العناوين دي على فكره صحيحه، يعني الكلام ده مش مجرد كلام، ده عنوان بالظبط وكل حاجه بالظبط ان شاء الله. تمام. فانت بيتدخل هنا اسم عنوان الفندق، هنا السيتي فين، طبعا السيتي هنا هو في نيويورك، فانت تضغط هنا نيويورك. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا، وشكرا لك. بعد كده هنا بتدخل السيتي، انت طبعا انت فين بالظبط السيتي بتاعك. هنا بندك على بردك على نيويورك. تمام. بعد كده هنا الزيب كود، انت يعني هو العنوان المرسل طبعا انت يعني بيكون موجود او انت مش حابب تحطوش. هنا بتقول لك التليفون بتاع الفندق ده ايه او الهوستل. هنا الايميل بتاع الفندق، وعلى فكرة نفس الكلام بعيده تاني، الايميل ده ايميل صحيح، يعني انت ممكن تاخده وتحطه ان شاء الله رب العالمين يعني ربنا يكرم. حتى التليفون ده برضك تليفون صحيح. تمام. فانت برضك ممكن تسجله. التليفون ده بتاع هوستل اللي احنا لسه مختارينه دلوقتي اللي هو هاي نيويورك. هنا الايميل برضك ايميل صحيح، فانت برضك لو حابب تاخد نفس كوبي الايميل ده تمام وتاخده وتحطه عندك في الابلكيشن بتاعك. تمام. لو انت في فندق تاني او في اوتيل تاني حابب تدخله بتدخل على بوكينج، وانا هقول لك ازاي تدخل على بوكينج. تمام. وبتدخل البيانات بتاعتك اللي هي دي. بعد كده ندخل على خطوة العائلة. تمام. هنا خطوة اللي هي ايه، خطوة العائلة. تمام. هنا معلش احنا اكيد بقى كتبنا حاجة غلط. اه ال تمام. تمام. بعد كده احنا ندخل على خطوة العائلة. اول حاجة هنا بيسألك على اسم الوالد واسم الوالدة ايه، ده هندخله. هنا نفس القصة، مثلا قلنا مثلا واحد اسمه عبد المجيد محمد السيد، يبقى اسم العائلة اللي هو ايه، السيد. وبعد كده هنا جيفن نيم اللي هو اسمه عبد المجيد كذا كذا كذا. بعد كده هتدخل ميلاد والدك. تمام. فهنا هتدخل والدك مولود امتى. هنا بيسألك هل is your father in the USA، هل ابوك راح يعني راح والدك راح قبل كده الولايات المتحدة الأمريكية، فتقول له يس او تقول له نو. بعد كده بيسألك على اسم الوالدة وتاريخ ميلادها. فاحنا نفس الكلام برضك السير نيم اللي هو اسم العائلة، اسم والدتك ايه، فانت بتكتب اسم عائلة والدتك وهنا بتكتب اللي هو اسم والدتك. تمام. بعد كده بتدخل هنا تاريخ ميلاد والدتك. تمام. بعد كده بيسألك نفس السؤال برضك هل والدتك راحت الولايات المتحدة قبل كده ولا لأ، فانت بتقول له يس او نو حسب هي راحت قبل كده او ما راحتش قبل كده. هنا بيسألك سؤال تاني بيقول لك هل انت عندك اي يعني حد قريبك في امريكا هناك. لو انت ما عندكش حد امريكا بتقول له لا ما عنديش من الدرجه الاولى. بعد كده بيكرر عليك سؤال تاني هل انت عندك اي حد من الدرجه التانيه ولا التالته عندك في امريكا، فبتتك بردك نو. بعد كده ايه الخطوه اللي بعديها. تمام.
احنا بنضغط عليها. اللي انت شغال مجالك شغلك ايه او طبيعة شغلك ايه. هنا بيقول لك دخل لي اسم المؤسسة او اسم الشركة اللي انت شغال فيها. انا مثلا شغال مثلا في شركة مثلا هندسة، فبضغط شركة هندسة. شغال في شركة طب. شغال في مستشفى، فبضغط الكلام ده كله. هنا طبعا بدخل ايه العنوان بتاع المستشفى وكل حاجة. هنا ستارت داتا اللي هو تاريخ بداية عملك. هنا ايه؟ هنا بيقول لك مانثلي اللي هو ايه انكم، يعني انت دخلك الشهري قد ايه. وهنا بيقول لك اشرح لي انت وظيفتك ديت عبارة عن ايه. انا والله مثلا شغال مثلا محامي، فانا بدافع عن الناس. شغال مثلا في دكتور، فانا بعمل ايه. هنا بتشرح له وظيفتك ايه. بعد كده بتضغط على الجزئيه اللي بعديها. تمام. بيقول لك انت هنا هو هل انت سبق ان انت اشتغلت في حاجه غير ديت. فانت بتقول له لو انا اشتغلت في حاجه قبل كده، بقول له يس، وبدخل له بيانات الشركه القديمه اللي اشتغلت فيها فين. هنا بدخل له البيانات، المكان فين، السيتي فين، الكلام ده كله. هي مثلا في القاهره، في السعوديه، فين بالظبط، والمكان بتاعها. تمام. وعنوان الجوب تايتل، عنوان الوظيفه بتاعتك. هنا السوبرفايزر اللي هو اسم مديرك كان ايه. وهنا تاريخ تعيينك اللي هو الامبلمنت داتا فروم. وهنا هو بعد كده هنا بتدخل تاريخ انتهاء شغلك امتى. لو انت عندك شغل سابق تاني بتك ادد النظر. تمام. بعد كده تاني خطوة بيسألك على اللي هي هل انت عندك متخرج من جامعة، متخرج من حاجة بعد الثانوية العامة. فانت لو اتخرجت مثلا من جامعة فانا بتكاله يس. تمام. انا مثلا اتخرجت مثلا من جامعة الهندسة، من كلية الطب. فانا هنا بيقول لك نيم، النيم ايه. فانت بتدخل هنا اسم الجامعة. انا مثلا كلية طب، كلية هندسة، فانا بدخلها كده سيتي. تمام. كل الحاجات دي عادية خالص. بعد كده اللي هي كورس اوف ستادي، يعني عدد سنوات دراستك قد ايه. هنا الداتا اوف اتندنس فروم، يعني انت يعني انت الداتا انت ايه دخلت امتى وخرجت امتى. اللي هي البدايه والنهايه. بعد هنا بندخل الخطوه اللي بعديها، واللي هي خطوة اللغة. بيقول لك هنا لانجوج نيم. انت تعرف اللغات اللي تعرفها ايه. انا مثلا اعرف مثلا اول حاجة انت عربي فتكتب عربية. بعد كده اد انذر، انا بعرف انجليزي. اد انذر بتك جيرماني، دويتش، فرنش. اي حاجة انا بتكلمها فانا بكتبها له. تمام. هنا بنضغط على اللي احنا عاوزينه. بتكلم انجليزي، بتكلم عربي، بتكلم. انت كل الكلام ده بتضغط عليه. هنا مثلا هو كاتبين اهوت. انا مثلا بضغط، انا مثلا بتكلم عربي، بتكلم انجليزي، وانت ضيف اللغات اللي انت عاوز تضيفها. تمام. هنا بيقول لك بقى have you travel to any country. هل انت سافرت اي دولة. تمام. غير امريكا في الخمس سنين اللي فاتوا. هنا معلش بس هم بس ايه، يعني احنا عشان مش نسبة الاحداث. هنا برضك بيدخل اللي هو ايه اللغة. هنا جيرماني، فهنكتب جيرماني. تمام. بعد كده ندخل على السؤال اللي احنا قلنا عليه، اللي هو هل انت سافرت قبل كده دولة غير غير اللي انت عايش فيها. فانا بقول له اه اخر 5 سنين. فانا بقول له اه. يقول لك ايه هي الدولة ديت. فانت مثلا انا سافرت مثلا السعودية فهكتب السعودية. سافرت مثلا الهند هكتب الهند. سافرت اوروبا فهكتب اوروبا. والافضل انك بتكون بتقدم لامريكا وانت يكون عندك هذه السفريات. تمام. ان شاء الله انا هحط لكم فيديو مخصوص عن ازاي تقدم امريكا، ازاي تقدم اوروبا، ازاي تقدم اي دوله ان شاء الله اوروبيه ان شاء الله رب العالمين. تمام. انا هقول لك كل حاجه بالتفصيل. واي حاجه انت محتاج تقدم عليها ان شاء الله الهند او الصين او اي حاجه اكتب لي في كومنت ان شاء الله وانا هرد عليك. تمام. طيب. بعد كده انا بسألك سؤال، يعني هل انت عندك يعني اشتغلت كود في حاجه كيميائيه في مفجرات او اي حاجه زي كده. فانت بتقول له نو.
هنا بيقول لك هاف يو ايفر، يعني انت اديت الخدمه العسكريه بتاعتك او انت عملت خدمه عسكريه في الجيش بتاعك، تمام؟ فانت بتقول له يس لو انت عندك خدمه عسكريه او انت عملت خدمه عسكريه. هنا بيقول لك الرينك او بوزيشن اللي هو ايه، انت عسكري ولا انت ضابط ولا انت ايه. هنا الداتا اوف سيرفيس ان انت ايه، ان انت يعني تاريخ التحاقك امتى وتاريخ نهايتك امتى، تمام؟ فاحنا بنقول له مثلا ايه نو او يس على حسب انت عملت ايه. السؤال اللي بعديه بيقول لك هل انت مشترك في احد المنظمات الخيريه او مش منظمات. انت بتتكى نو لو ان شاء الله مش مشترك الحاجه، والمعظم عام بيتكاله نو، تمام؟ بعد كده احنا بنكمل الابلكيشن مع بعضنا. بعد كده الخطوه اللي بعد كده اللي هي الخطوه الاخيره اللي هي خطوه السكيورتي. هنا بقى بيسالك عده اسئله جامده جدا جدا، طبعا يعني معظم العام ان شاء الله نو. انت لو في سؤال ما عرفتوش، تمام، انت بتعمل كالاتي، بتضغط بس ضغطه مطوله، تمام، على ال اهي هنا كاتبين مثلا ضغطه مطوله، فانت بيظهر لك فوق ترجمه للكلام ده كله. بيقول لك هل لديكم مرض معدي بشكل خطير على الصحه، مثلا بتقول له نو، والمعظم العام حاليا بتقول له نو نو نو. هنا مثلا هل عندك اضطرابات جسدية، بتقول له بردك لأ. هنا بيقول لك هل انت كنت بتعاطي مخدرات او مدمن قبل كده، فبتقول له لأ. فبعد كده بتقول له نيكست الصفحة اللي بعديها. طبعا الحاجات دي انت لو انت مش عارف هي ايه، انت بتضغط عليه ضغطة مطولة وبتك نو او يس، بس المعظم العام بتضغط بتضغط على نو، تمام؟ هنا بيقول لك هل سبق لك انتهاك او عملت دولت حاجة قبل كانت ممنوعة، فانت بتقول له هنا نو. هنا نفس القصة السؤال اللي بعديها هل سبق القبض عليك في اي حاجة تانية، في اي اتهامات، تقول له نو. هل انت ترغب في سفر الولايات المتحدة الامريكية عشان تعمل الرذيلة او تعمل تشتغل في مجال اللي هو مجال ده، تقول له نو. هل انت عندك have you ever been involved، هل انت كده عملت يعني يعني مشاكل قبل كده او حاجه زي كده، او انت بتعمل مشاكل تقول له لا برضك لا. ايه معظم الاختيارات بتاعتنا بتكون نو، واحنا نفس الكلام برضك قلنا لو انت محتاج تترجم اي سؤال بتضغط عليه بس ضغطة كده مطولة، هو ان شاء الله بيكتب لك الاجابة اللي هي بيكتب لك معنى الكلام وتركيبة الكلام فوق، تمام تمام، باللغة العربية. هو 5 اجزاء بالتكاكوت الجزء اللي بعديه. انا ماشي معاك خطوه بخطوه ان شاء الله، وكل حاجه حرف حرف قلت لك عليها عشان خاطر انت تقدم بنفسك، ما تخليش حد يقدم لك. وانت لو لسه معايا في الفيديو اتمنى انك تضغط على لايك واشتراك وتقول لي انت ايه محتاجه، وان شاء الله خير. بعد كده بنكمل مع بعض. طبعا انت معظم الاجابات هنا بتضغط عليها نو. وربنا يا رب ان شاء الله يوفقك وتحصل على تأشيرة امريكا. وان شاء الله هعمل لك معلومة، يعني حلقة خاصة بإذن الله انك ازاي تقابل القنصل، ازاي هأهلك على كل حاجة بإذن الله. ويخليك معانا، ويا ريت اللايك والاشتراك في القناة. هنا بيقول لك هل انت عضو في احد المنظمات الارهابية، تقول له نو. طبعا احنا اتفقنا اي حاجة انت مش عارف مش عارفها فبتضغط عليها. هنا بيقول لك هل انت يعني انت ابنك او بنتك عندهم اي مشاكل ارهابية او اي حاجة. دي كلها معلومات امنية انت بتضغط على معظمها نو نو، تمام. بعد كده انت طبعا ده برضك نو، وده كمان نو. بعد كده ايه الجزء اللي هو الخامس من اللي هو الأسئلة اللي هي الأسئلة الأمنية. تضغط بردك عليهم نو. وبعد كده نو. بعد كده بندخل على آخر صفحة من صفحة الأجهزة الأمنية. هل سبق لك الاحتفاظ بطفل حديث الولادة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، تمام؟ بتكة نو أو يس. طبعا انت معظم الناس تكة نو يعني.
بعد كده ان شاء الله هو هنا بيقول لك: هل سبق ان تخليت عن الجنسيه الامريكيه بتاعتك؟ هل انت عشان بسبب الضرايب؟ بتقول له نو. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ خطوه الصوره. الصورة بتكون يا جماعة 5 في 5. بتروح تصورها عند مصورة، تقول له 5 في 5، يعني تكون حجمها أقل من 600 بكسل. وهنا طبعا هندخل على اختيار الصورة، تمام، وهنوريك ايه هي مواصفاتها ان شاء الله. انت رحت لأي حد بتاع مصورات، هو هيقول لك هيظبطها لك، وانت مش محتاج انك تعمل اي حاجة غير كده. هي الصورة بتكون 5 في 5. وهنا بتضغط على الصورة. بعد كده هتتك نيكست، هيظهر لك بياناتك كاملة جدا جدا. وبعد كده في اخر حاجة، اخر جزئية بس، هيقول لك: هل انت انت اللي عامل الابلكيشن انت اللي عامله ولا حد تاني عامله لك؟ فانت تقول له انت اللي عامله لو انت كنت عامله، او حد تاني عامله لك. بعد كده بتك اللي هي ايه بقى، اخر حاجه خالص، اللي هي بتك عليها ان انت صممت دي. لو انت اتكيت عليها خلي بالك، ما الابلكيشن بتاعك مش هيرجع، تمام. وبعد كده في جزء تاني ان شاء الله انا هقول لكم فيه ازاي انت تعمل ميعاد من السفارة. ده كان الابليكيشن بتاعنا، ازاي تملاه من A to Z ان شاء الله. وربنا يكرم ان شاء الله. ولو انت لسه معايا، اتك لايك واشتراك، اتمنى ذلك يعني فضلا منك وليس امرا منك. وان شاء الله هخصص حلقة كاملة ازاي تتعامل مع القنصل، ازاي تجاوب على الاسئلة، ايه هي الاسئلة اللي انت بتسألها.